عشان بقى نعمل البانيه مع بعض كده. عندي هنا بيضة او بيضتين طبعا حسب الكمية اللي عندك. زي ما انتم شايفين هحط عليها رشة فلفل اسمر بس عشان الزفارة، وملح. طبعا ده البانيه اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض. احط على رشة ملح كده. وطبعا عندي الدقيق ما ببهروش ولا بعمل فيه حاجة، ولا البقسماط زي ما انتم شايفين. وهخفيها كده بشوية مية. اهم حاجة ربها كويس كده زي ما انتم شايفين، عشان نعمل بقى احلى شوية بانيه كده. وطبعا اما تيجي تعملي البانيه اهم حاجة ان انت هتخلصي وتقلي على طول. هجيب بقى الاول كده طبقة البانيه، احطها كده في الدقيق زي ما انتم شايفين اهو. طبعا الدقيق هيسحب بقى اي رطوبة فيها، فمش هيخلي الطبقة تفصل معاكي زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله. جنبي بقى شوية مكرونة، عاملين بقى شوية مكرونة كده وطحينة بقى وشيبسي وايه فطار خفيف كده النهارده. بسم الله. زي ما انتم شايفين اهم حاجة تحط بقى طبقة البقسماط كده وتكمخي عليها عشان تطلع معاكي مظبوطة. اديلها تكميخة كده. اضغطي عليها ضغطة مظبوطة كده علشان يبقى كل القطعة كده فيها بقسماط وشاربة كده من البقسماط، تطلع معاكي بالشكل ده. شايفين ده كده شكل البانيه اهوت. طبعا مفيش بقى احلى من كده. نجيب طبق ارص فيه كده. خلاص اهوت. دي اول شريحة كده. هعمل برضو واحدة تانية معاكم اهوت. اهم حاجة يكون ناشف كده من التتبيلة. وطبعا عاملة الدقيق ديت بتحوش اي رطوبة فيه اهوت. طبعا بقى تاكلي بقى احلى شوية بانيه ممكن تشوفيهم ولا تعمليهم زي ما انتم شايفين اهوت. بسم الله. كده اهوت. حاولي تغطيها كده بالبقسماط الاول، وبعد كده تتك عليها تكيه ايه تقيله كده. شايفين ضغطه كده اهوت علشان تظبط معاكي. طبعا بقى انا عامله طحينه وكده علشان وعيش طري وكده علشان في بقى ايه بيحب يغمسوا ايه بالعيش الطري وكده، فما بيحبوش بالمكرونه، فانا عامله كده وكده. شايفين شايفين طبقه البناء عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله جميله. وزي ما انتم شايفين بقى خلصته كده وحطيته بقى على النار احمره اهوت. طبعا على نار متوسطه كده علشان ما تبقاش عاليه
ولا واطي قوي ان هو ايه يتحرق منك زي ما انتم شايفين، ويطلع معاكي طبقة واحدة كده مفيش عازل بينه وبين اللحمة كده زي ما انتم شايفين الشكل بقى، حاجة كده تحفة. اللي بقى الطحينة زي ما انتم شايفين، جايبة الطحينة اهوت، وهنزل عليها بكوباية زبادي زي ما انتم شايفين. بسم الله. وطبعا يكون عندك مية دافية لحل الزبادي، لحل الطحينة قصدي. تحطي رشة كمون بسيطة كده، مش هتكتري عشان ما تمررهاش معاكي. رشة صغيرة فلفل اسمر، الملح بتاعك طبعا ما تكتريلاش الملح برضو زي ما شايفين. وهنزل عليها بليمونة، طبعا الليمونة بتديها مزازة كده وطعم حلو. حطيت بقى الليمونة كده، طبعا الليمونة بتديلها طعم ونكهة حلو كده. ولو عايزة بقى تحط لها بقى فصين توم حطي زي ما انتم شايفين. انا بقى حطيت كده معلقتين خل بس بعد ما قلبتها كويس جدا الاول في الزبادي والتوابل بتاعتها عشان تديني طعم حلو، وتقدميها بقى جنب بانيه جنب كفتة. طبعا تحفة بصراحة، لو جربت طريقة الطحينة ديت هتعجبك جدا زي ما انتم شايفين. ونعمل بقى جنبها شوية مكرونة وشوية عيش طريين كده، حاجة كده تحفة كده بقى اهوت. قلت اعمل بقى حاجة طرية جنبها كده. طبعا بيبقى يوم بقى البانيه والحاجات دوت لازم نعمل بقى حاجة طرية كده، علشان اللي عاوز مثلا ياكل بعيش بمكرونة اللي هو عاوزه زي ما انتم شايفين. ولو انت بقى لسه جديدة معايا في القناة، يا ريت فضلا وليس امرا تعملي لي اشتراك وتنوروني في قناتي، هكون سعيدة جدا بوجودكم معايا في القناة. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي يا رب. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك. زي ما انتم شايفين اهوت. قلت بقى ايه بنبقى نعمل كماج على طول، بس انا حبيت النهارده كده انني اعمل لهم عيش اللي هو رحالي، بيبقى طري كده بلبن وسمنه كده فيبقى حلو وخفيف، بيبقى خفيف في الصيام يعني زي ما انتم شايفين اهوت. بحط كده وبطلع اللي في الفرن على ما بيحمر اكون عملت غيره. يبقى كده بقى الفطار النهارده بتاعنا بسيط خالص، عملنا بانيه وجنبه طحينه وشيبسي ومكرونه وعيش، يعني بسيط خفيف كده. علشان كده بقى يبقى احنا غيرنا كده في يوم الفطار بتاعنا بتاع رمضان. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية طيبة وبخير وبسعادة يا رب. نحاول كده نغير على قد ما نقدر من الروتين كل يوم، يعني مثلا مش كل يوم زفر ولحمة وبط وكده، لا يعني نحاول نغير كده. فحبينا بقى النهاردة نعمل حاجة مختلفة كده وبسيطة. وممكن برضو الأكلة دي بدل البانيه تعملي كفتة، تعملي اي حاجة كده برضو تبقى حلوة. ويبقى النهاردة الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم فيديو جديد احلى واحلى، مع السلامة.